اللي بتتقفل دولة المماليك عنده بمجيء مين؟ العثمانيين. سنة كام؟ 1517 بيحضر لمصر سليم الأول العثماني عشان يضم مصر للسلطنة العثمانية وبينهي دولة المماليك في مصر. من 1517 لغاية مجيء الاحتلال الفرنسي، كل ده تاريخ عثماني. يا إما بيحكمنا في والي عن السلطان العثماني في الأستانة دي اللي هي اسطنبول دلوقتي بالمناسبة، يا إما بيحكمنا مماليك بيضايقوا السلطنة العثمانية دي وبيستأثروا بحكم مصر زي علي بيك الكبير ومحمد بيك أبو الدهب ومراد بيك. نسميهم احنا المماليك البكوات، المماليك البايات. دول بيقطعوا السلطنة العثمانية في بعض الفترات، لكن في أغلب الفترة من 1517 لغاية الحملة الفرنسية مصر خاضعة طبعا للحكم العثماني عبر والي ينوب عن السلطان العثماني في مصر أو عبر أحد المماليك، وبنسميها احنا دولة المماليك البكوات أو البايات.